بس انتم حقيقي ساعات كتير بتكونوا غدارين. بدعيلكم من كل قلبي ان ربنا يهديكم قبل ما اموت واضيع من ايديكم. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ ونرجع تاني لسلسلة الفيديوهات اللي انا بحبها جدا والمفضلة بالنسبة لي، ومع ذلك ما بتجيبش مشاهدة. فيديوهات الاشعار دي يا جماعة، او الشعر، شعر جمع اشعار ولا اشعار مش مهم، ما علينا. انا بقالي من الصبح عمالة احفظ في الشعر ده، تمام. وايه لما ريقي نشف، يعني واضح خالص في الفيديو، واضح دلوقتي كمان، يعني صوتي راح يعني تقريبا والله. انا بص بألف شعر، بكتب تمام، بس الحفظ ده مشكلة بالنسبة لي. يعني احفظ الشعر، اجي قدام الكاميرا التليفون طبعا عشان اسجل الفيديو يطير مني الكلام. فالفيديو كده لما يطلع قدامكم اعرفوا اللي هو طلع بمعجزة، ويا ريت كده تتفرجوا عليه، وده هو يعني مش طويل قوي يعني، وتقولي لي رايكم في التعليقات، تقولي لي اكمل في كده ولا ما اكملش ولا اعمل ايه بس بالظبط. يلا بينا. خيبت ظني فيكم يلي كنت فاكركم حبايبي، كنت اقرب حد ليكم لكن موقفتوش جنبي، اتحملت عشانكم كتير، حبيتكم بقلب وضمير، كنت زي الطفل بفرح لما اشوفكم، كانت دنيتي بتحلالي في وجودكم انتم، قسيتوا عليا كتير وطلعتوا زي موج البحر غدارين، بقى ده جزائي وردي الجميل، تقتلوا جوايا كل جميل. كل مرة كنت بسامح وبقول معلش دول حبايبي، ولحد امتى هفضل كده يا قلبي؟ قلبي اللي تعب معاكم وانتم بتعاملوني على هواكم، ظلم وقسوة وبتلوموني على زعلي منكم. طب رجعولي قلبي القديم وانا اسامحكم، قلبي البريء اللي كان دايما معاكم. انا كنت زي الطفل اضيع لو مش وياكم، مش هقول انكم دايما وحشين، بس انتم حقيقي ساعات كتير بتكونوا غدارين. بدعيلكم من كل قلبي ان ربنا يهديكم قبل ما اموت واضيع من ايديكم. اتمنى لو الفيديو عجبكم تحطي لي لايك للفيديو، ويا ريت كده اللي لسه مشتركش عندي في القناه يشترك عندي ويشرفني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.